بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لموضوع الشيرنج اند سكيورتي اللي احنا ابتديناه بقالنا مرتين. اتفقنا مع بعض ان احنا لما هنيجي هنعمل نظام الشغل بتاعنا هنعمل عندنا بابليك وهوم، صح؟ الهوم فولدر هيبقى خاص بكل يوزر، البابليك فولدر هيبقى خاص بايه؟ بكل ادارة على حدة، صح؟ طيب، واتفقنا ان اليوزر وليكن مثلا يوزر زي محمود سرحان لما هيبدا ان هو يخش على البابليك او الهوم بتاعه هيبدا ان هو يجيبه عن طريق الماب نتورك درايف، صح كده؟ طيب، علشان تعمل الماب نتورك درايف قلنا ليها كذا طريقه، اقواهم من الايه؟ من الاكتيف دايركتوري، وقلنا ليهم طريقه ثالثه. الطريقه الثالثه ان شاء الله هنعملها لما ناخد البوليسي، ان انا اطبقها مره واحده على كل اليوزرز اللي موجودين عندي، نعمل باتش ونرنه على كل الناس اللي موجوده عندي. الموضوع بقى اللي هنتكلم عنه موضوع مهم قوي، اللي هو الديستريبيوتد فايل سيستم او الدي اف اس. الدي اف اس ده كان بيتشرح ايام ال 2000 في التريننج كيت بتاع مايكروسوفت، وشالوه من ال 2003 وال 2008. بيشرحوه ايام ال 2000، شالوه من ال 2003 وال 2008، بس هو مهم جدا. ايه بقى الدي اف اس؟ بص يا سيدي، احنا اتفقنا ان انا لما هاجي هشير على فايل سيرفر. ليه هشير على فايل سيرفر؟ علشان خاطر اتفقنا مع بعض ان الاكس بي 10 اللي هم يقدروا يخشوا كونكرنت، ال7 20 يقدروا يخشوا كونكرنت، اما السيرفر مجازا هنقول انليميتد، صح؟ هو بيبدا ب 16 مليون اللي هو الرقم الغريب ده، بس احنا هنقول ان هو ايه؟ انليميتد، صح؟ فبنشير على اول، ده سبب ان انا اشير على سيرفر 2003 او سيرفر 2008. تاني سبب ان انا يكون عندي سنترلايز ليه؟ عشان لما نشوف ان احنا هناخد باك اب ما اقعدش اجري بقى ورا الاجهزه جهاز واعمل عليهم ايه؟ باك اب. مايكروسوفت بقى اخترعت لك حاجه اسمها دي اف اس. الدي اف اس ده في منه نوعين موجود، النوعين دول في ال 2003 لو حضرتك هتنزل سيرفر R2، لو عندك السيرفر بتاعك نوعه R2 هتلاقي النوعين موجودين في ال 2003. في ال 2008 النوعين موجودين، حاجه اسمها نيم سبيس وحاجه اسمها ريبليكيشن. ويندوز نوع من انواع الويندوز. مش انت عندك، احنا اتفقنا عندك ستاندرد وعندك انتربرايز، في انتربرايز بقى R2 بيبقى فيه فيتشرز اعلى. خلاص؟ لما بتلاقيه على الويندوز سيرفر 2008 بتلاقي عندك حاجه اسمها نيم سبيس وحاجه اسمها ريبليكيشن. النيم سبيس وظيفته ايه؟ النيم سبيس وظيفته طبعا الريبليكيشن هناخدها ان شاء الله في كورس الاكتف. النيم سبيس هي المقرره علينا اللي هنتكلم عليها. النيم سبيس دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا ممكن ان انا يكون عندي اكتر من فايل سيرفر. على سبيل المثال مثلا عندي فايل سيرفر 1، فايل سيرفر 2، فايل سيرفر 3. الفايل سيرفر 1 عليه ملفات الاتش ار، وفايل سيرفر 2 عليه برضو ملفات للاتش ار، وفايل سيرفر 3 عليه ملفات للاتش ار. يعني كل فايل سيرفر عليه ملفات مختلفة عن الملفات التانية. واحد يقول لي ليه؟ ستورج، انا حاطط الستورج بتاعت السيرفر، مش عايز اجيب هارد وعندي وفرة في الهاردات. خلاص؟ هو طبعا ده طريقة من الطرق، احنا هنشوف طريقة تانية ليه. خلاص؟ او عندي اليوزر بتاعي اللي اسمه محمود عنده البابليك فولدر وعنده الهوم فولدر بتوعه، عايز اظهرهم له از بارتيشن على الماب نتورك درايف، يعني بالشكل ده. بس المشكله كلها تتلخص في ايه؟ ان محمود اللي متشير عنده الهوم، فهو لازم لما يجي يخش جوه الهوم يلاقي الفولدر بتاعه اهو، صح؟ انا بقى ولا عايزه يشوف باهر ولا عايزه يشوف منه، انا عايزه يشوف الفولدر بتاعه بس. فالدي اف اس بتوفر لي ايه بقى؟ ان انا لو عندي اكتر من فايل سيرفر، الداتا موجوده بتاعتي على اكتر من فايل سيرفر، اقدر اعمل روت رئيسي، اكتب مثلا all HR data واجمع كل الفولدرات المتشيره على هذا الروت. اليوزر يدوس دبل كليك يفتح يلاقي الداتا، ملوش بقى دعوه بقى دي موجوده في فايل سيرفر 1، في فايل سيرفر 2، في فايل سيرفر 3، ملوش دعوه. انت فاهم؟ هو اليوزر علشان يبدا ان هو يخش على الشير فولدر بتاعه، قلنا من بروبرتس هنا
هنقول له كاستمايز للنتورك ونطلع له ماي نتورك بليسز، يبدا ان هو يكونكت عليها. هيكونكت على ايه؟ انتاير نتورك. جوه انتاير نتورك هيكونكت هنا على الدومين بتاعنا اللي اسمه سي سي جي. هيلاقي بقى الاجهزه، المفترض بقى ان هو يلاقي فايل سيرفر 1، فايل سيرفر 2، فايل سيرفر 3، صح؟ لو عايز يكونكت على الداتا اللي موجوده على فايل سيرفر 1 لازم يدوس عليه دبل كليك كده يلاقي كل الحاجات المتشيره، صح؟ طيب عايز يكونكت على فايل سيرفر 2 يدوس عليه ويكونكت عليه، صح كده؟ طيب او الطريقه الثانيه اللي احنا خدناها ان هو يجي هنا في الران ويكتب له باك سلاش باك سلاش اسم الفايل سيرفر بتاعه وليكن دي سي، فيفتح له المتشير عليه، صح؟ او الاي بي، او ان احنا نعمل له ماب نتورك درايف ان نظهره له از بارتيشن، صح كده؟ طيب في كلتا الحالات انا اليوزر قلنا صعب ان هو يحفظ اسم السيرفر بتاعي او يحفظ الاي بي، اليوزرز العاديين ما بيفهموش الكلام ده. طيب انا عايز اظهر لهم البابليك فولدر والهوم فولدر بتاعهم. علشان اظهر لهم البابليك فولدر او الهوم فولدر اتفقنا مع بعض ان في حاجه اسمها الماب نتورك درايف، ان الراجل ده يجي كده على الشير فولدر بتاعه، يجي مثلا ان هو عايز يظهر الاتش ار يجي كده ويقول له ماب نتورك درايف، هيقول له انت عايز تديله درايفر ليتر ايه؟ يقول له مثلا درايفر ليتر الفلاني، يقول له ايه؟ طب انا هكونكت، يكونكت عليه فيظهر لي هنا از ايه؟ از بارتيشن. الراجل ده مش قادر يشوف السيرفر. لا لا لا، هو بس الاتش ار ده مش موجود، ده اللي هو اللي كان معمول فيرتشوال كده كاش، كان معمول واتمسح. خلاص هتبص تلاقي ايه لو عملنا بس ريستارت للسيرفر والاجهزه دي مش هيختفي الحاجات دي، هتبص تلاقي البابليك والهوم. بس اتفقنا مع بعض ان اليوزر ده لو جه دلوقتي كونكت على الجهاز بتاعه على اي جهاز تاني، يعني محمود لو جه كده يخش على الجهاز بتاعنا 7 مش هيلاقي ده نتيجه ان هو عامله مانيوال. فاتفقنا مع بعض ان احنا لازم نعملها له اوتوماتيك عن طريق الاكتيف دايركتوري بتاعه، فتجري وراه في اي مكان هو رايح، صح؟ فلما بنخش هنا على الادمنستريتيف تولز ونخش هنا في اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، ونخش على يوزر مثلا زي محمود ونيجي نجيب البروبرتيز بتاعته بروفايل، هتبص تلاقي البروفايل اللي هو بيكونكت عليه. عندي مشكله كبيره جدا ان انا ما اقدرش اديله غير بروفايل واحد. طب افرض ان انا عايز اظهر له البابليك، لا مش هينفع، صح؟ فقال لك طيب افرض بقى ان انا عايز اظهر له البابليك اكتر من مره والهوم اكتر من مره. ده بقى هنشوفها ازاي عن طريق البوليسي اللي احنا هنتكلم عليها لما نتكلم عن الجزء بتاع الجروب بوليسي ان شاء الله. خلاص؟ طيب انما المشكله كلها تتلخص، افرض ان انا عايز اظهر لمحمود فولدر اسمه محمود سرحان، الفولدر ده يفتحه او البارتيشن ده يفتحه يلاقي البابليك بتاعه ويلاقي جنبيه الهوم بتاعه. قال لك دي طريقه ان انا اقدر اعملها عن طريق الدي اف اس او ان انا اجمع داتا. فتعالوا نشوف الطريقتين عملي. هنفترض معانا ان الويندوز 7 ده هنفترض ان هو فايل سيرفر، يعني هنفترض عليه ان هو ايه؟ فايل سيرفر، ماشي؟ هنيجي بس نكونكت بالادمنستريتور. علشان نعرف نشير. هنفترض ان احنا هنا دلوقتي عندنا ملفات للاي تي، مثلا عندنا اي تي 1 وعندنا على الفايل سيرفر اي تي 2 معايا كده، واجي اشيرهم اقف عليهم كده بروبرتس، اقول له شير. هو الراجل ده لا خلينا
خلينا احسن نكونكت على ان تي اف اس. اي تي 1 اي تي 2. هنيجي هنا كده نجيب البروبرتيز بتاعته، شيرنج، نقول له ادفانسد شير، ونقول له انا عايز اشير الفولدر ده. ومش هنغير البرميشنز ولا هنعمل اي حاجه، احنا مش القصه بتاعتنا مش قصه برميشنز، فاهمين؟ وهنيجي على ده كده ونشيره. معايا كده؟ تمام؟ وهنيجي على الاكس بي، هنكونكت برضو بالادمنستريتور عشان نشير. هنيجي هنا مثلا على البارتيشن ده، في ايه، هنقول له اي تي 3 واي تي 4. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيرنج، ونقول له انا عايز اشير الفولدر ده، وشيرنج، وعايز اشير الفولدر ده. حلو كده. وهنيجي بقى على مستوى الدي سي بتاعي، الدومين كنترولر بتاعي، وهنيجي هنا مثلا على مثلا ده، وهنيجي نعمل اي تي 5 واي تي 6. حلو كده. وهنيجي نشير ده، وهنشير ده. وهنيجي نعمل فولدر ونسميه مثلا all IT data. حلو كده. ومش هشيره ولا هعمل فيه اي حاجه. عندي فولدر اسمه all IT data. لما تيجي بقى على الدي اف اس، الدي اف اس كانت ايام ال 2003 على الويندوز سيرفر 2003. لما نيجي كده نشغل الويندوز سيرفر 2003 بتاعنا، هتبص تلاقي باي ديفولت الدي اف اس كده او كده متسطبه اوريدي ونازله اوريدي. خلاص. في ال 2008 لا، مش متسطبه، لازم حضرتك تبدا ان انت تسطبها. هما ما سطبوهاش. لما تيجي هنا كده على ال 2003 لو دخلنا كده في الادمنستريتيف تولز، هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ ديستريبيوتد فايل سيستم. شايف الديستريبيوتد فايل سيستم دي كده اللي هي الدي اف اس. خلاص. باي ديفولت هي متسطبه اوريدي. هل انا سطبتها؟ لا، هي موجوده جوه الادمنستريتيف تولز باي ديفولت. وده كده اول تعامل لينا ان احنا هنسطب حاجه ما كانتش موجوده في ال 2003 اوريدي متسطبه، هنسطبها في ال 2008. بص يا سيدي، في ال 2008 هو نفس الكلام على فكره بعد كده، يعني لما احنا نيجي نعمله في ال 2008 اي حاجه كانت اوريدي متسطبه في ال 2003 في الادمنستريتيف تولز، لما تحب تجيبها بتخش على سيرفر مانجر،
لو حاجه اوريدي متسطبه في ال 2003 باي ديفولت، حضرتك لما تخش في سيرفر مانجر هنا تجيبها من اد فيتشرز، يعني تخش كده على فيتشرز وتقول له انا عايز اد لك فيتشرز. لو حاجه مش موجوده في الادمنستريتيف تولز في ال 2003 فبالتالي مش موجوده في ال 2008، تجيبها من حته اسمها رولز، تقول له انا عايز اد لك رول. تاني، لو حاجه في ال 2003 موجوده باي ديفولت جوه الادمنستريتيف تولز، يعني تفتح كده الادمنستريتيف تولز تلاقي حاجه اسمها ديستريبيوتد فايل سيستم، ده في ال 2003. في ال 2008 هي مش موجوده، صح؟ عايز اسطبها منين؟ اخش في الحته اللي اسمها فيتشرز. معايا كده يا عمرو؟ طيب افرض ان هي ولا متسطبه في ال 2003 ولا متسطبه في ال 2008، اخش في حته اسمها رولز. لا، اسطبها من رولز، من اد رولز. خلاص كده؟ طيب يعني وانا بنزل، لما انا كنت بعمل انستول للدومين كنترولر بتاعي، كان بيطلب مني ان هو يعمل لي انستول للدي ان اس اكتيف دايركتوري والدي ان اس، واتفقنا ان السيرفر اللي هينزل عليه الدي ان اس الاكتيف دايركتوري هو اللي هيبقى نفس السيرفر اللي هو بيلعب الدي ان اس عندي. خلاص؟ طيب الدي ان اس ده باي ديفولت مش متسطب في الادمنستريتيف تولز، لازم وانا بنزل برضو في ال 2003 لازم اسطبه. يبقى هلاقيه في رول ولا في فيتشرز؟ في رول. انما الدي اف اس طالما هي كانت موجوده يبقى هلاقيها في الحته اللي اسمها فيتشرز. خلاص؟ هتبدا ان انت تقول له انا عايز اد لك فيتشر، اد الفيتشرز بتاعتنا. هنخش جوه ريموت سيرفر ادمنستريشنز تولز، فاكرينها دي بتاعت ايه؟ بتاعت الديليجيت اللي انا كنت بسطبها على 7 عشان الراجل يكونكت على السيرفر. ايوه، اللي هي زي الادمن باك. خلاص، هتبدا ان انت تخش عليها تقول له انا عايز اد لك رول في الادمنستريشن تولز. هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها فايل سيرفيسز، جواها هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها الديستريبيوتد فايل سيستم تولز. هتعلم على التشيك بوكس بتاعها وتقول له انا عايز انزلها انستول. لما ينزلها بقى هنلاقي عندنا نوعين. هديكم هنت كده بسيط عن النوعين. عندنا حاجه اسمها نيم سبيس وحاجه اسمها ريبليكيشن. نيم سبيس معناها ايه؟ نيم سبيس معناها ان انا عندي اكتر من فايل سيرفر، خلاص، عليه اكتر من فولدر متشير، عايز اجمعهم كلهم تحت روت واحد. اليوزر يفتح الروت ده يشوف كل الفايل سيرفرز بتوعه. حلو كده؟ من غير ما هو ملوش دعوه بقى ده موجود على السيرفر الاولاني على السيرفر الثاني، ملوش دعوه. زي كده قصه لما كنا بنعمل ايه؟ لما كنا بنعمل السباند. السباند كنت بعمل له ايه؟ فولدر واحد، خلاص؟ الفولدر اللي انا عامله ده كان بيكونكت عليه اليوزر، ملوش دعوه بقى ده على اكتر من هارد ديسك. دي قصه النيم سبيس. طب الريبليكيشن؟ الريبليكيشن ان انا هعمل برضو روت لشير فولدر، اليوزر هيشوفه، بس الروت ده موجود عليه 2 شير فولدر. اليوزر حط فايل في الاولاني اوتوماتيك يسمع في الثاني. شير فولدر هعمله لليوزر، ظاهر كده لليوزر اسمه اتش ار، خلاص؟ بس جوه الباك جراوند اليوزر ده اول ما يحط على الاتش ار ملف يروح يسمع في الملف الثاني. هو ملفين على 2 سيرفر اوتوماتيك لوحده. رفعت حاجه على السيرفر ده اوتوماتيك يعمل سينكرونايز مع السيرفر الثاني، يعني يروح يكونكت عليه ويرمي له الداتا دي زي الباك اب. هما بيسموها لود بالانس. انت عندك لود بالانس، بس والله السيرفر الاولاني وقع اتحرق ولع، الناس شغاله على السيرفر الثاني عادي خالص، زي فكره الميرور كده. ايه؟ هي مش سيف للداتا، هو نوع من انواع حاجه اسمها لود بالانس. اللود بالانس ان انا عندي سيرفر مثلا او عندي ويب سايت، هي بتتعمل على الويب سايت. مثلا عندي ويب سايت
عليه لود جامد او معلوش لود جامد، او ويب سايت مثلا عندي بيكونكت عليه الاف ناس مؤلف، فيسبوك مثلا، ياهو، عمرك شفت الياهو وقع؟ الياهو ده موجود على اكتر من سيرفر، موجود على مثلا 5 6 سيرفرز، خلاص، بحيث ان لو واحد وقع التاني قايم والناس ما تحسش بحاجه، خلاص. فهو ده اللي بيتم لاي ابلكيشن، عشان اللود بالانس بتاع مايكروسوفت بيسموه ستيتلس. ستيتلس يعني حاجه ما بتتغيرش، يعني لازم اللي تكونكت عليه تشوفه كل مره، انما لو حاجه بتتغير بيسموها ستيتفول. فعملوا موضوع الريبليكيشن للموضوع ده، ان لو حاجه بتتغير كتير خلاص لو موجوده على السيرفر ده تروح تسمع في السيرفر التاني. هناخدها يعني ما تقلقوش، هناخد النتورك لود بالانس في الكورس الجاي في الانفرا، والريبليكيشن هناخدها ان شاء الله في كورس الاكتف. هتبدا ان انت تقول له كلوز. لما تيجي بقى تفتح هنا الادمنستريتيف تولز هتبص تلاقي ينزل لك الدي اف اس فين؟ ديستريبيوتد فايل سيستم مانجمنت. لما تبدا ان انت تكونكت عليها هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها نيم سبيس وحاجه اسمها ريبليكيشن. ريبليكيشن اللي انا اتفقت معاك عليها، فاهم؟ طيب النيم سبيس، النيم سبيس اللي انا عندي فايل سيرفر عليه اكتر من فولدر، عايز اشيره على روت واحد بس، بس كده. هتبدا ان انت تكونكت وتقول له انا عايز اعمل لك نيو نيم سبيس. عايز اعمل لك ايه؟ نيو نيم سبيس. هيبدا يقول لك طب قول لي السيرفر اللي انت عايز تحط عليه الروت، ها مين هو؟ تبدا ان انت تبراوز وتقول له فايند. هبص تلاقي جاب لك كل الحاجات اللي موجوده عندك. هتقول له مثلا دي سي او الفايل سيرفر بقى اللي عندك. ينفع كده هيلود الداتا كلها اللي في السيرفر في الدي سي، ولا هياخد بس يشاور بس مجرد مشاوره يا جدعان. هو الفايل المتشاير الداتابيز بتاعته موجوده على فايل سيرفر واحد. ما هو لو كده طب ما انا لو ما احطهم على واحد وخلاص، فاهم؟ ده هو بس الفكره ان هو زي ايمج، صوره، انت تدوس عليه هو بيفتح لك فايل سيرفر تاني بس. هتبدا تقول له مين هو اللي انت عايز تحط عليه، اللي هو يبقى الهوست اللي يبقى ظاهر للناس. نيكست. هيبدا يقول لك طب قول لي النيم بتاع الفولدر. خلاص، هو فور اكزامبل بيقول لك بابليك، احنا هنقول له مثلا اول داتا اللي احنا مسميينه. وخلي بالك بقى ان انا هنا، وركز معايا، انا هنا اول داتا ده مش مشيره، فاهم؟ هيبدا يقول لك ايه؟ طب اديت سيتنج. طب اول داتا ده بقى انت فين الروت بتاعه؟ انت عايز تجيبه منين؟ هتبدا ان انت تبراوز وتجيبه له. شايف فتح لك ايه؟ الحاجات اللي على الدي سي معايا كده. تقول له مثلا هو كان فين؟ في الاي، تقول له اهو اول داتا. حلو كده. هيبدا بقى يقول لك البرميشنز اللي انت عايزها ايه بقى وايه. بص، الشيرد فولدرز بيرميشنز، البرميشنز بتاعت الشير، علشان هو اوتوماتيك هيشيره لك. فبيقول لك ايه؟ all user have read only permissions، ولا all user have read and write permissions، ولا الادمنستريتور have full access واذر users have read only، ولا الادمنستريتور full access والاذر users ما لهمش حاجه read and write، ولا تكستمايز البرميشنز بقى براحتك، تقاد بقى وتضيف اللي انت عايزه. فاهم؟ ها خلاص كده. قول له مثلا ايه؟ احنا عايزين الادمنستريتور مثلا فول اكسس واذر يوزر ريد اونلي، مش هتفرق معانا. ها نيكست. طبعا بقى انت هتكستمايز، انت في الحياه في الريال لايف هتكستمايز وتكون شايل الانهيرتابل من ايه؟ من الفولدر ده. طبيعي بقى الكلام اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. طيب نيكست. هيبدا بقى يقول لك طيب انت النيم سبيس دي اللي انت هتشغلها على ايه بالظبط؟ انت في دومين ولا في ستاند الون؟ واتفقنا مع بعض اللي هم ايه المصطلحين اللي انا قلتهم لكم. انت شغال في دومين ولا ستاند الون؟ ستاند الون يعني ايه؟ يعني جهاز سيرفر عادي بس مش جوين الدومين، ورك جروب. خلاص. طب ممبر سيرفر بس ممبر في الدومين، هو عليه سيرفر بس ممبر. الله يفتح عليك، مش اكتف دايركتوري.
خلاص. بس فهو بيقول لك لو انت في دومين هيبقى اسم الجهاز بتاعك دوت اسم الدومين بتاعنا اهو سي سي جي دوت لوكال وكذا. لو انت ستاند الون لما تيجي تكونكت على الفولدر ده هتكونكت عليه باسم الجهاز بس. انت فاهم؟ طيب احنا شغالين فين؟ شغالين في دومين. خلاص. نيكست. هيجيب لك سمري عن كل اللي بيحصل. وطبعا هنا لما ترجع هنا عندنا حاجه اسمها enabled windows 2008 مود، واحنا بننستول الاكتيف دايركتوري. كان بيسالني بيقول لي انت الدومين بتاعك انت عايزه يبقى 2003 ولا 2000 ولا 2008؟ فاكرين اللي هي الميكسد والنيتف وال 2008؟ وقلنا كل فيتشرز من دي بتعملها بتفتح لك حاجه هناخدها على مدار الكورس. طبعا لسه ما تطرقناش للموضوع ده. هتبدا ان انت تقول له ايه؟ كرييت قال لك انا عملت لك كرييت للنيم سبيس ونزلت اهي واسمها ايه؟ اول داتا. صح كده؟ تبدا بقى ان انت تيجي هنا كده وتقول له انا عايز اد ايه؟ نيو فولدر للنيم سبيس ده. النيو فولدر ده اسمه ايه؟ اسمه مثلا اي تي 6. حلو. هتجيبه منين؟ اد براوز. خلي بالك انت بتجيبه منين؟ من الدي سي اهو. هيجيب لك كل الحاجات المتشيره على الدي سي. قول له اي تي 6 ها. اوكي حطوه لك اهو. قول له نيو فولدر اي تي 5 اد براوز. حلو كده؟ الفولدر بتاع ده اللي هو الباص بتاعه؟ ها اقف كده تاني وقول له انا عايز اعمل لك نيو فولدر. اد بقى براوز احنا بنجيبه منين؟ من الدي سي. لا مش عايز من الدي سي. ادفانسد فايند انا عايز اللي على الاتش ار. ها هيجيب لك الحاجات المتشيره على اتش ار داش محمد. شايف؟ ها تبدا ان انت تقول له والله عايزين اي تي 1. اوكي ها اديله اي تي 1. اللي هتظهر بقى لليوزر النيم اللي هيظهر لليوزر. ماشي؟ لحظة واحدة. هتيجي تقول له ايه اللوكيشن بتاعك؟ ادفانسد فايند تقول له اتش ار محمد. تقول له اي تي 2 وده النيم بقى اللي هيظهر بيه. يعني ان شاء الله يكش تكتب له تيست يعني براحتك. فاهم؟ ها كده بقى عندي اي 2. ناقص لنا بقى ايه؟ 2 كمان. ها اد براوز ادفانسد هنجيب بقى منين؟ من اي تي داش ام سرحان. ها هنقول له اي تي 3 اد نيو فولدر تاني اد براوز اي تي 4. شايف بقى كده؟ كده بقى ده الروت. بص بقى انا كيوزر هبدا ان انا اخش اهو على الجهاز مثلا ده. هبدا ان انا اجي كده واكتب له ايه؟ باك سلاش دي سي. لما اجي افتح بقى هلاقي ايه؟ اول اي تي داتا. اجي افتحهم هبص الاقي اي تي 1 واي تي 2 واي تي 3 واي تي 4 واي تي 5 واي تي 6. ممكن بقى تيجي هنا كده وتقول له ايه؟ ماب نتورك درايف. بص تيجي بقى انت هنا كده يلاقيه از بارتيشن وتعملها له. فاهم؟ هو بقى لما يجي يفتحه هيبص يلاقي اي تي 1 واي تي 2 واي تي 3 اي تي 4 اي تي 5 اي تي 6. ملوش بقى دعوه بقى ده مفتوح فين. يعني ملوش دعوه ده فين. كيوزر بقى ملوش دعوه هو فين. انت بقى ممكن بقى تعمل حركه بقى ظريفه قوي. هو طبعا عمى
بس انا مثلا على سبيل المثال عاملينها عندنا في الشغل، هو تعب بس يعني هو ده الصح يعني يعني كمان. هتيجي انت تعمل ايه؟ ما هو أصل هو تعب. بص بقى انت هتعمل ايه؟ اليوزر اللي اسمه مثلا محمود سرحان، بص بقى انا لا هكريت له فولدر ولا هعمل اي حاجه. انا في عندي فولدر متشار اسمه محمود، او مكريت فولدر اسمه محمود. بص كل اللي هاجي اعمله اقول له انا عايز اعمل لك نيو نيم سبيس، خلاص، على السيرفر، يظهر على السيرفر اللي اسمه دي سي. نيكست. النيم بتاعه يبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه محمود سرحان. وركز معايا طبعا بقى ايه، هظبط البرميشنز بتاعته كل حاجه. حلو كده. نيكست. خلاص احنا في دومين. نيكست. كرييت. نزل لي اهو باص اسمه محمود سرحان. هل انا عندي فولدر اسمه محمود سرحان؟ هتبص تلاقي كريت لك لوحده فولدر. طب تعمل ايه بقى في محمود سرحان ده؟ تقول له نيو فولدر، انا عايز اعمل لك نيو فولدر. الفولدر ده اسمه ايه؟ اسمه محمود سرحان. اد براوز. انا عايز من البابليك فين شايف هو شيره اهو، شايفه من الهوم. مش عايز اظهر الهوم، انا عايز اظهر الفولدر اللي اسمه محمود اللي جوه الهوم. اوكي شايف كده؟ واجي هنا كده واقول له نيو فولدر اي تي اد براوز. انا مش عايز من البابليك نفسه، انا عايز من البابليك الاي تي. معايا كده؟ واجي هنا تاني نيو نيم سبيس يوزر تاني. اسماء اليوزر كلها عادي خالص مفيش مشكله. بس بص بقى لما هتيجي اليوزر مثلا اسمه ايه، من محمود. كده انت كل يوزر حسب الديبارتمنت اللي فيه هتحط له ديبارتمنت مع البرايفت. بص نيكست. احنا في دومين فينش. ماشي تعب بس بص بقى انت دلوقتي هوريك بقى انا دلوقتي الحلاوه. لما تيجي هنا بقى تقول له نيو فولدر، هتقول له مثلا اتش ار. مش هي دي جوه الاتش ار؟ هنخش هنا في البابليك ونقول له احنا عايزين نظهر الاتش ار. وهنا ونقول له عايزين نعمل لك نيو فولدر. اد براوز في الهوم الفولدر اللي اسمه من. معايا كده بقى؟ بص بقى كلوز اهو. لما اجي بقى هنا كده اجيب الادمنستريتيف تولز. طبعا احنا هنشوف بقى نعملها ازاي بالبوليسي. هنشوف ازاي بس لما ناخد الجروب بوليسي. هنفتح مثلا يوزر زي محمود، هنجيب البروبرتس بتاعته، هنقول له بروفايل ونشيل بقى ده كده. هنقول له دي سي باك سلاش محمود سرحان. ابلاي اوكي. حلو كده. ونيجي على اليوزر اللي في الاتش ار ده، نجيب البروبرتس بتاعته، هنقول له كونكت تو الزد باك سلاش دي سي باك سلاش ابلاي اوكي. حلو كده. بص بقى محمود لما يجي بقى كده يكونكت، تعالى بقى نخش كده بمحمود.
يفتح ماي كمبيوتر يلاقي عنده ايه؟ فولدر اسمه محمود سرحان، يجي يفتحه بص يلاقي جواه الاي تي وجواه محمود. شايف كده؟ بس ولا احتجت بقى كونكت على البابليك، ولا احتجت كونكت على الهوم، ولا احتجت كونكت على مش عارف ايه والكلام ده. كذلك برضو لو جينا هنا كده على اليوزر التاني هو دوت محمود صح؟ مش ده اللي احنا كنا عاملينه بالكوماند لاين؟ ده لسه ما سمعش، بس نعمل بس لوج اوف كده ولوج اون. هو بس احنا كنا عاملين لها ده مانيوال صح؟ ما هو ده خلاص كده سمع اهو. هتلاقي الاتش ار وهتلاقي ده. شايف؟ لكل بقى يوزر بقى عندك بقى 100 يوزر بقى تعمل له القصه دي. ماشي يا عم، انت هيطلع عينك قد ايه؟ شهر 2؟ هو القصه دي تخلص لها في اسبوع. يعني القصه دي لا، هو بقى احنا هنشوف بقى ازاي بقى هنعمل باتش على مستوى الجروب بوليسي. هتزود لينك بس طبعا لازم تعمل له النيم سبيس، وبعد كده لما ناخد الجروب بوليسي ان شاء الله هنزود له لينك كده بس هنعملها له. هو مجرد ان هو يخش على الاكتيف دايركتوري، مش محتاج بقى اروح واعمل له بروفايل والكلام ده. انا عامل عندي 10 يوزر كده بعمل منه كوبي، وانا مظبط البروفايل بتاعه بتاع السيرفر برضه، وبعمل له زي الهوم كده برضه مسميه يوزر كده. تمام. وفي الباتش ده حاطط السيرفر. ما اي حاجه بتتكتب بالكوماند لاين، احنا مش خدنا ازاي نعمل الماب نتورك درايف باستخدام الكوماند لاين؟ نت يوز. اي حاجه بتتكتب بالكوماند لاين تعرف تعملها بوليسي. سي دي مش مهم، مش لازم ولا ادمنستريتور ولا مش ادمنستريتور. هتكتب له ايه؟ بس استنى اقول له سي نقطتين بس كده. هتقول له ايه؟ الامر بتاعنا اسمه نت يوز. تكتب له الدرايفر ليتر اللي انت عايزه، وليكن مثلا اكس. حلو. نقطتين سبيس باك سلاش دي سي باك سلاش هوم. الباتش بقى ده الكوماند لاين ده طالما بيتكتب كده على السي دي تعرف تعمله ببوليسي، تعمله في باتش فايل. هتبص تلاقي هوم نزل اهو. هنعمل بقى احنا باتش فايل بقى ونحط فيه اكتر من يوزرز، كل يوزر للفولدر بتاعه. مش محتاج بقى ان انا اعدي على الاكتيف دايركتوري واعملها له من بروفايل، يعني مش محتاج ان انا اجي كده على البروفايل دي واعملها له. ما هي نشوف بقى لما ناخد البوليسي. بس قصه النيم سبيس لازم تعملها. يعني قصه ان انت تيجي هنا في الديستريبيوتد فايل سيستم ايه؟ ما هو والله بقى تعملها كده بس يعني هو ظريفه وحشه يعني. اوبشن موجود، عايز تعمله اعمله. ما انت فهمت ازاي بقى انت تعملها. اول داتا دي معناها ايه؟ معناها ان انا اكتر من فولدر موجود على اكتر من شير فولدر. فايل سيرفر وابدا ان انا كونكت عليه. شايف بالطريقه دي كده يبقى عندي 1 و2 و3 و4 و5 و6. او ان انت تعمل لليوزر كده يبقى الهوم فولدر بتاعه والبابليك بتاعه. سهله؟ لكم سؤال فيها؟ بس طبعا خلي بالك بقى ان الفولدرات اللي انا دلوقتي عملتها هبص تلاقيها باي ديفولت كرييتد.
بيكريتها في السي باي ديفولت تقريبا. كريتها فين بس هو؟ اه هو بتاع المهايز ده باي ديفولت. بس المشكله كلها ان انت يعني اللي انا عايز اقوله لك ان باي ديفولت لما هتخش هنا كده على البارتيشن مثلا اللي هتلاقيه، طبعا هتلاقي محمود مكريت له فولدر، فاهم؟ الفولدر اللي هو مكريته ده ومشيره هتلاقي باي ديفولت البرميشنز بتاعته للاسف الشديد في السكيورتي هتلاقيها ان هي عامله لها انهيرتبل. فانت لازم ان انت تكون مكريته ومظبط هنا في ادفانسد ان انت تشيل الانهيرتبل. فاهم قصدي؟ ده في الاول فاهم. وبرضو عايز افهمك على حاجه ان برضو يعني القصه دي كده يعني ظرافتها في ايه بقى؟ ان اليوزر لما بيجي يقعد على جهازه كده او كده اليوزر مش هيتصل بيك كتير. خلي بالك انت بتعمل الكلام ده عشان تاثر دماغك من موضوع اليوزرز. ما يتصلش بيك يقول لك انا عندي مشكله في الشير فولدر، انا عندي مشكله في مش عارف ايه، طب انا بكونكت. لا 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 مش بالطريقه دي كده ما حدش يتصل بيك. ماشي اتفهمت؟ طيب لكم هو تقريبا على يعني غالبا يعني ما بيعملوش في فولدر، بيبقى ايمج بس صوره. هو ده مش فولدر يعني، هو صوره بس. ايه؟ مش بتسيف عليه حاجه. هو بس صوره عشان يوصلك لده. حتى هو بص عامل لك ايه؟ شكل الشورت كات. شايف؟ تبدا بقى انت هنا بتحط مثلا اي حاجه، مثلا تقول له انا عملنا نيو فولدر اهو. نيو فولدر ده ومسمع في الاتش ار اللي هناك. طب تعالى كده نحط كده على الروت الرئيسي. لا ما ينفعش على الروت الرئيسي. فاهم؟ لان هو مش روت اصلا، ده ايمج صوره. كده ما بعملش على محمود الفولدر اللي اسمه محمود ده اللي على الشير، ما بعملش عليه بيرميشن. انا بظبط البرميشنز على الاتش ار وعلى ال كده لو انا عايز احط لك حاجه على الشير فولدر بتاعي. ماشي، ما انا مظبطه يا عم عادي يا ابني. ما هو الشير فولدر بتاعي ده اهو، يعني الشير فولدر بتاعي اهو، بتاع انا اللي هو خاص بمحمود، هتلاقيه جوه الهوم اهو. هتحط لي جوه الهوم بتاعي بس. انت فاهم قصدي؟ سهله ولا لكم سؤال في الدي اف اس؟ طبعا الكلام بقى ايه مع اختلاف الشكل على ال 2003 يعني، عشان برضو اللي عنده سيرفر 2003 يبقى ايه في ال 2003 لو هو R2، لو نوعه R2 نوع من انواعه يعني اشتريه كده يبقى نوعه R2، هتلاقي برضو منقسم لقسمين في الفيتشرز اللي فيه. يعني الار 2 هتلاقيه زي ال 2003 كده، ال 2008 هتلاقيه برضو منقسم لقسمين، نيم سبيس وريبليكيشن. خلاص؟ في ال 2003 اللي هو الانتربرايز العادي خالص اللي زي اللي احنا منزلينه سواء سيرفيس باك 1 او سيرفيس باك 2 مفيش ريبليكيشن. يعني عمليه ان انت تحط في فولدر هنا حاجه تروح تلاقيها في الفولدر الثاني دي مش موجوده على 2003. الموضوع ده لازم تكون ال 2003 R2 او عندك ويندوز سيرفر 2008. بتخش في الادمنستريتيف تولز فين ديستريبيوتد فايل سيستم، بتخش هنا كده بتقول له انا عايز اكريت لك نيو روت نيكست. انت في دومين ولا ستاند الون؟ في دومين نيكست. طيب قول لي اسم الدومين. هنا بقى لازم تديله اسم الجهاز بتاعك او اسم الدومين بتاعك. ها الدومين اسمه ايه؟ ccg.local نيكست، او اسم الجهاز معلش اللي بيلعب دومين dc.abc.local. ماشي؟ طبعا هو مش هيشوفه هنا، مش هيشوفه عشان احنا اصلا مش في دومين. فاهم؟ ما احنا مش في دومين.
الجهاز ده مش داخل يا عم، صح، ده احنا نسينا الكلام ده. فانت اقول له انا ستاند الون نيكست. اقول لك طب قول لي السيرفر، اديله بقى اسم السيرفر. هو اسم السيرفر ايه؟ اسمه سيرفر. نيكست. هي دي بقى الخطوه اللي هتجيلك لما انت تقول له انا في دومين. هي دي الخطوه يا عم. مش احنا هنا عندنا اختيارين، بتقول له دومين نيكست، بتدي له اسم الدومين، نيكست اللي بعديها هيطلع لك، هتطلع لك دي الشكل ده. هيقول لك قول لي الروت نيم اسمه ايه؟ اسمه مثلا تيست مثلا. خلاص بيقول لك هنشيره لك نيكست. طب قول لي هو فين الشير فولدر بتاعه، موجود فين تيست ده؟ اهو اقف مثلا على السي كده وقول له انا عايز اعمل لك ايه؟ فولدر واسميه تيست. حلو كده. نيكست فينيش. هي هي ما بتتعملش اصلها على ورك جروب يعني. هو المفترض ان هو شايفك ان انت ورك جروب يعني، فورك جروب 10 اجهزه، فمش هتعمل لل10 اجهزه ديستريبيوتد فايل سيستم والكلام ده يعني. ما علينا. بعد كده بعد الار بي سي اوفر الار اف سي ده سيرفيس موجوده هنا في السيرفيسز، عايزين بس نعمل لها انيبل. وقال لك ايه الايرور؟ ار بي سي اهو. ما هو الار بي سي هتبدا بس ان انت تخش هنا كده وتشغلها له. فاهم؟ بعد ما ينزل لك الروت بتقف عليه كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو فولدر برضه نفس الاسم، وتعمل له نيو فولدر. لا ما انت عملت نيو روت بقى، هتعمل نيو فولدر بقى بس. ده على مستوى ال 2003. فاهم؟ في ال 2008 بس هي الفرق الوحيد ان انت هتلاقي بقى النوعين، هتلاقيه هنا كده النوعين، النيم سبيس والايه والريبليكيشن. سبيس والريبليكيشن هناخد الريبليكيشن ده في كورس الاكتف بقى لما نتكلم عن الريبليكيشن والكلام ده. ماشي؟ لكم سؤال؟